بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أنت عايز ترسل موقعك لأي شخص في العالم عن طريق تطبيق الواتساب ومش عارف، يبقى لازم تتابع الفيديو ده للآخر معايا. وقبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو، تفاصيل الشرح، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة، انزل دلوقتي اشترك في القناة واعمل اعجاب للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. في البداية هدخل على تطبيق الواتساب زي ما احنا شايفين كده، واخش على الشخص اللي انا عايز ارسل له اللوكيشن او الموقع بتاعي، وهاجي العلامة اللي جنب الكاميرا اللي تحت دي وهي علامة المرفقات، هضغط عليها هيظهر لي خيارات. من ضمن الخيارات دي كلمة الموقع، هضغط على كلمة الموقع، حمل لي الشاشة دي. الخيار الأولاني اللي هو اللي هو إرسال موقعي الحالي، عندي مشاركة الموقع المباشر ده ماليش علاقة بيها. هاخد الخيار التاني اللي هو إرسال موقعك الحالي، وانا كل ما انتظر دقيقة او دقيقتين كل ما الدقة بتقل. زي ما احنا شايفين الدقة كانت بادئة ب32 متر، الدقة دلوقتي وصلت ل26 متر، نزلت 24 22 متر. يبقى اذا كل ما انتظر قبل ارسال موقعك الحالي الدقة هتقل. المفروض استنى لحد الدقة ما توصل لحد 5 متر او 6 متر، تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ ارسال الموقع. يبقى هضغط على ارسال موقعك الحالي اهو، عملت ارسال الموقع، وصل للشخص اللي انا عايز ارسله له بكل سهولة ويسر. وفي النهاية ارجو ان احنا نكون استفدنا مع بعض من الفيديو. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة، انزل اشترك في القناة دلوقتي عشان يوصلك كل جديد من شروحاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.